بعد الجدل الكبير الذي ثارته والغموض الذي ثارته قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي وزوجته هبة عبوك. اليوم الاثنين صدرت الممثلة التونسية بلاغ وجهته للرأي العام كتقول فيه بأنها أعلنت عن تفاصيل قضية اللاعب المغربي بعد اتهامه من قبل فتاة فرنسية، إلى جانب تفاصيل تخص قرار انفصالها عن أشرف حكيمي. إذن كتعلن بذلك عن انفصالها بشكل رسمي عن اللاعب أشرف حكيمي. وكشفت عبوك التي ثورت على الأنظار بعد قضية أشرف حكيمي أمام القضاء الفرنسي عن مستجدات واقعة اتهام أشرف بالاغتصاب من طرف فتاة فرنسية، حيث أكدت في البيان الصادر الذي تداولته العديد من الصحف والمواقع الإسبانية اليوم الاثنين: لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة. أشعر اليوم بأنه من واجبي التعبير عن حالتي وتوضيح بعض المعلومات المضللة التي يتم تداولها حتى أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة وحماية لصغاري. وأضافت عبوك في تصريح لجريدة البايس الإسبانية: في حياتي سأكون دائما إلى جانب الضحايا، ونظرا لخطورة الاتهام لا يمكننا إلا أن نثق في حسن سير العدالة. هذا الخبر اللي ثار اليوم ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب وغيرها على المستوى العالمي، خصوصا لمحبي ومتتبعي اللاعب أشرف حكيمي، الذي يأتي كذلك بعد تقريبا يومين عن المباراة التي جمعت المنتخب المغربي عن نظيره البرازيلي، وفاز خلاله المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف للمنتخب البرازيلي، وكان أشرف حكيمي ضمن اللاعبين الأساسيين في هذه المباراة.